أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، وبعد. أحبتي في الله، الشريعة الإسلامية فيها سماحة، يعني أحكامها مو متشددة، والله تبارك وتعالى في بعض الأحيان يعطي الأعذار عن بعض العبادات، مثل شهر رمضان. شهر رمضان الله تبارك وتعالى عن طريق نبيه صلى الله عليه وآله، عن طريق أهل البيت، وصلنا الخبر، قال أن الشيخ والشيخة وذو العطاش هذولي إذا ما قدروا يصومون وما تحملوا وما لهم طاقة فمعذورين من الصيام، عندهم معذورية. الشيخ الكبير الغير قادر على تأدية الصيام، أما لو كان شيخا كبيرا مثلا عمره مثلا 80 سنة، حفظ الله تعالى آباءكم، مثلا عمره 80 عمره 90 عمره 100، المهم هذا الرجل الكبير ولكنه قوي ما شاء الله، بسم الله وبالله على صحته وعافيته، قوي، هذا يصوم ما عندنا مشكلة. لا، احنا لو فرضنا هذا الشيخ الكبير هذا ما عنده قدرة وإمكانية أن يصوم، كبير جدا طاعن بالعمر وضعيف وما يقدر، هذا يكون معذور. أما لو كان عنده طاقة وعنده عافية، عافاكم الله تعالى جميعا إن شاء الله، لا، هذا واجب عليه أن يصوم. زين، إذن الشيخ والشيخة وذو العطاش، هذا اللي مثلا كل ساعة لازم يشرب مي، كل ساعة، كل نصف ساعة، كل ساعتين هو يكون يشرب مي، وإذا ما شرب مي يوقع، يتخربط، يتأذى، يصير عنده أضرار، توقف كليته، ما أدري شو يصير وياه، أعصابه مثلا توقف وما شاكل ذلك. هذول الله تبارك وتعالى قال لهم أنتم معذورين عن الصيام. زين يا ربي احنا ما نصوم وها هي، قال لا، تنتقلون إلى الفدية. ايش قد الفدية يا رب؟ قال الفدية مد عن كل يوم، وهو 3/4 كيلو الطحين، وأفضل شيء الحنطة. شهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه يقول والأحوط استحبابا أن يكون مدين، مو مد واحد، مدان. يعني ايش قد يصير؟ يصير عبارة عن كيلو ونصف، لأنه المد الواحد 3/4 كيلو طحين. المدان ايش قد يصير؟ المدين يصير لا، يصير كيلو ونصف. طبعا هذا الكيلو ونصف أحوط استحبابا، أما الواجب عليك مد واحد وانتهى الحال. ومن الحنطة تقدمه عن كل يوم أنت أفطرته 30 يوم، يصير 22 كيلو طحين ونصف. على كل حال فالنتيجة هذول معذورين، وبعد أكو غيرهم معذورين، بلي عندنا المرأة الحامل المقرب، وعندنا المرأة المرضعة. زين، ترضع عندها وليد أو وليدها، أو حتى لو لم يكن يعني مو إلها هذا الطفل، هي ترضعه، وإن كان الأحوط الاقتصار فقط على الوليد، يعني على ابنها، على ذريتها المرأة. غالبا ما الناس يتصلون، أصبحت عندهم هاي الفكرة ولكن مو واضحة عندهم بشكل جيد، وهي شيخنا أنا زوجتي تريد تجيب، ما نخليها تصوم؟ وليش ما تخليها تصوم بويا؟ هاي في حال لو أنها كانت غير قادرة على الصيام، إذا بها عافية وربي يعافيهم جميعا، ليش ما تصوم بابا؟ الصوم جدا طبيعي، واجب عليها الصيام. ولكن في حال لو فرضنا أن هذه المرأة الحامل يضر بها الصوم، ضعيفة وبنيتها ضعيفة وتخربطت وتنقص بالدم وما أدري شلون، وما تقدر تصوم، ويضر بها الصيام، وعندها فتحة بالقلب، وعندها انسداد بالشرايين وما شاكل ذلك من الأمراض، شو تسوي هاي المرأة؟ نقول لها هذا مرة يضر بيك الصيام، ومرة لا، تقول أنا ما بي شيء، ولكن هذا يضر بالجنين الذي في بطني، يضر بي، هو ضعيف ونبضه ضعيف جدا، وإذا صمت أني أتحمل، ولكن هو بعد ما يوصل الغذاء، سبحان الله جلت قدرة الباري، هذا اللي في بطن أمه يوصل الغذاء جاهز من الأم. هذا نقولها أنت همات معذورة في حال أنه يضر بيك الصوم أو يضر بالحمل اللي عندك. وكذلك المرضعة،
المرضعة مرة تقول لا والله أنا يضر بي الصوم، أنا كمرضعة يضر بي الصوم، ومرة تقول لا أنا ما يضر بي ولكن يجف اللبن الذي في صدري، فهذا الولد ما أقدر إلا أكون أنا أرضعه وبعد ما يصير عندي حليب. والنتيجة نقول لهم عمي أنتم معذورين من الصيام، المرأة الحامل المقرب والمرأة اللي ترضع ابنها أو بنتها يعني هي مرضعة، وبالتالي أنتم همات معذورين. زين لما أفطرتوا أنتم جنابكم الكريم ذول السنين النسوان، لما أفطرتوا يكون واجب عليكم القضاء بعد ما ينتهي شهر رمضان، واجب عليكم القضاء. أما في حال لو استمر من شهر رمضان إلى شهر رمضان الثاني وصار حمل ثاني وصار إرضاع آخر، ذيك تصير إلى أحكام أخرى. اسألوا عن معالم دينكم، والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين.